السلام عليكم. قولوا آمين. إن الله يعافيني وإياكم وأبناءنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين من كل أذى. مادة الشبو أخطر مادة الآن على وجه الأرض. قد يكون الإدمان من أول مرة، لاحظ، قد يكون الإدمان من أول مرة. طبعا الشبو مادة من المخدرات، مادة مخدرة تجعل المدمن يشعر برغبة جامحة في ارتكاب الجريمة وفي قتل النفس، وقد يكون قتل الوالدين أو الاغتصاب، جرائم بشعة. وتعرفون ايش المصيبة، وش الكارثة، وش الطامة الكبرى؟ أنه قد يجهل شكله كثير من أبنائنا وبناتنا. أنا دحين أتكلم عن نفسي، والله لو شفت واحد قدامي دحين مع شبو والله ما أعرفه إلا بعد ما طلعت على الصور. وهذا الجهل قد يجعل بناتنا وأبناءنا وشبابنا فرصة وصيد ثمين لهؤلاء المجرمين. أنا جمعت مجموعة من الصور وبعرضها عليكم الآن. يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يجي واحد من أبنائنا يشتكي، يقول: عندي جيوب أنفية، عندي صداع، فيجي واحد يقول له: خذ هذا الدواء، هذا دواء من العطار، شم، أنا كنت زيك والله استخدمته وتعافيت. فيخدع فيدمن. أو واحدة من بناتنا تشتكي صديقاتها عندها مشكلة في البشرة أو مشكلة في تساقط الشعر أو نحوه، في جهة واحدة من صديقات ورفيقات السوء تقول لها: خذي العلاج، هذا من العطار، شميه مرة أو مرتين تتعافين ويذهب كل هذا الأذى. ثم تدمن وتسقط في حبائل هؤلاء. أبى أحط لكم الصورة الآن، شوفوها وروها أبنائكم وانشروا هذا المقطع لعل الله ينفع به. اللهم اجعل هذا المقطع صدقة جارية عني وعن كل من نشره وساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي. والسلام عليكم.